السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي الأعزاء، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله هنعيد على الاستعارة، هنراجع كده على الاستعارة ونشوف أسئلة كتاب الامتحان في الاستعارة. قلمك وكشكولك وكوباية الشاي بالنعناع بتاعتك وتعالى معايا. يلا بينا أبطال نعرف إيه هي الاستعارة. الاستعارة بمنتهى البساطة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن تشبيه بليغ، بس التشبيه البليغ ده حذف احد طرفيه. طب هو التشبيه البليغ اصلا اطرافه ايه؟ قال لك اطرافه المشبه والمشبه به. طب الاستعاره في واحد منهم محذوف. طب انا لو عندي المشبه اللي موجود والمشبه به محذوف بقول عليها استعاره مكنيه. لو انا عندي المشبه موجود المشبه به مش موجود. طيب لو انا بقى عندي العكس، لو عندي المشبه والمشبه به، المشبه به اللي موجود المشبه مش موجود، بنقول عليها استعاره تصريحيه. بس كده، هي دي الاستعاره. يبقى انا عندي الاستعاره المكنيه الاخيره تكون مخفيه اللي هو المشبه به. طب الاستعاره التصريحيه الاخيره بس هي الاخيره هي اللي موجوده. طيب تعالى معايا كده على أسئلة كتاب الامتحان علشان نطبق على الكلام ده. بص بقى، علشان وانت بتحل الاستعارة الدنيا تكون كويسة لازم نمشي على خطوات. طيب ايه هي الخطوات؟ نجيب القلم كده. أول حاجة علشان أطلع استعارة أنا بدور على خيال. بعد ما بدور على الخيال والاقيه أسأل نفسي هو الشاعر هنا يقصد إيه؟ علشان أقدر أحدد الاستعارة بتاعتي. طيب تعالى كده معايا. فأول سؤال بيقول لك: فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجمة. طيب هو هنا عايز إيه؟ بيقول لي نوع الصورة البيانية. الصورة البيانية هنا إيه؟ تشبيه ولا استعارة؟ أنا أعرف التشبيه إزاي؟ ولو أنت ما شفتش محاضرة التشبيه هتلاقيها موجودة على القناة. طيب أنا أعرف التشبيه إزاي؟ حط زي وشوف التشبيه. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم. طيب في حد هنا زي حد؟ حاجة زي حاجة؟ لا، ما عنديش حاجة زي حاجة. يبقى أنا ده مش تشبيه، دي استعارة يا إما تصريحية يا إما مكنية. طيب أنا علشان أجيب استعارة أدور على خيال. طيب فين الخيال يا عم؟ فاضحك فإن الشهب تضحك. الشهب بتضحك؟ الشهب عارفين الشهاب اللي هو احنا عارفين النيازك. النيازك دي الحاجة الكبيرة جدا الضخمة، الشهاب الحاجة الصغننة كده. طيب الشهب تضحك، هي الشهب بتضحك؟ لا، الشهب ما بتضحكش. يبقى هو هنا الشاعر أو الراجل عايز يقول إيه؟ إن الشهب إنسان يضحك. طيب أنا هنا فين المشبه؟ الشهب. فين المشبه به؟ الإنسان. مين اللي موجود عندي هنا في الجملة؟ الشهب، يبقى علم عليه صح. المشبه به مش موجود وجبت صفة من صفاته اللي هي الضحك، يبقى دي بسميها استعارة مكنية. ماشي. سؤال رقم 2 بيقول: أنت يا شاعر إن فرحت أغاريدي وإن غنت الكآبة عودي. بيقول لك إيه؟ نوع الخيال في غنت الكآبة. هي الكآبة بتغني؟ لا، ما بتغنيش. يبقى هو هنا الشاعر عايز يقول لك إن الكآبة إنسان يغني. ماشي. يبقى أنا شبهت الكآبة بإنها إنسان بيغني زي الفل. مين اللي موجود عندي؟ الكآبة اللي هي المشبه. الإنسان مش موجود عندي وجبت صفة من صفاته اللي هي الغناء، يبقى دي استعارة مكنية. ما عنديش هنا تشبيه. وخلي بالك أنا عندي أنت يا شاعر، أي نداء غير عاقل، نداء غير عاقل على طول استعارة مكنية. يا شاعر، هو الشعر ده حد عاقل بناديله؟ لا، يبقى استعارة مكنية. ماشي. رقم 3 بيقول لك: وصرموا حبلي وإن شئتم وصلوا حبذا الوصل ارتضاعا وانفطاما. طيب نوع الصورة البيانية في البيت السابق. صرموا يعني قطعوا حبلي. هو الشاعر هنا يقصد ايه بكلمة حبل؟ بص، لما الشاعر بتلاقيه بيتكلم عن العلاقة بينه وبين أي حد وجاب سيرة الحبل ده، يبقى هو قصده على العلاقة. يبقى قصده على ايه؟ على العلاقة. يبقى هنا بيشبه الشاعر العلاقة بحبل.
الشاعر هنا بيقول لك ايه؟ هم قطعوا العلاقه اللي بيني وبينهم، الحبل اللي بيني وبينهم. يبقى هنا عندي العلاقه مشبه، حبل مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الحبل المشبه به. العلاقه المشبه مش موجود، يبقى ده استعاره تصريحيه، لان الاستعاره التصريحيه الاخيره بس هي. وخلي بالك بنسبه كبيره جدا 99% الاستعاره التصريحيه بتكون كلمه واحده، بتكون كلمه واحده. ماشي. 4 بيقول ايه 4؟ لا يمتطي المجد من لا يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. عايز ايه يا عم؟ كل التعبيرات التاليه تمثل استعاره مكنيه ما عدا ايه؟ بيقول لك يمتطي المجد. يعني ايه يمتطي؟ يعني يركب. طب هو المجد ده حصان انا اقدر اركب عليه؟ قال لك دي استعاره مكنيه. طيب يركب الخطر، هو الخطر ده دب او حاجه زي الحصان انا بركب عليه؟ قال لك لا، برضه استعاره مكنيه. ينال العلا، ينال العلا دي برضه استعاره مكنيه. طيب يبقى كل دي استعارات مكنيه ما عدا ايه بقى؟ ما عدا قدم الحذر، ما فيهاش اي حاجه. ماشي. اشفو فيمنحني الموده طالبا قربي وامنحه الوداد اذا جفا. بيقول لك سر جمال الصوره فيمنحني الموده. يا عم هي الموده دي شيء مادي انت تمنحه لي؟ قال لك لا. يبقى هو هنا بيقول ان الموده شيء مادي يمنح. طيب ادي الموده مشبه، وادي الشيء المادي المشبه به. طب ايه اللي موجود عندي؟ المشبه به اللي هو الموده. الشيء المادي مش موجود وجبت صفه من صفاته، يبقى دي استعاره مكنيه. طيب هو عايز ايه اصلا؟ سر الجمال. انا شبهت ايه بايه؟ الموده. معنوي ولا مادي؟ معنوي. طيب والشيء المادي مادي، معنوي بمادي، يبقى سر جمال تجسيم. ما كنت أعلم قبل موتك موقنا أن البذور غروبها في الماء. الشاعر بيكلم واحد وبيقول والله ما كنتش أعرف قبل موتك وأكون متيقن كده إن البذور غروبها في الماء. هو بيشبه مين؟ هو بيشبه الشخص اللي بيمدحه بالبدر، صح؟ يبقى هو بيشبه الممدوح. هو الشخص اللي بنمدحه ما اسمهوش ممدوح، هو الممدوح ده الحد اللي احنا بنمدحه اسمه ممدوح. طيب الممدوح بالبدر. ماشي. يبقى انا عندي هنا الممدوح المشبه والبدر مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ البدر هو اللي موجود، المشبه به الممدوح مش موجود. يبقى ده استعاره تصريحيه، ما عنديش تشبيه هنا، ما عنديش مين زي مين. اصحى للكلام. طيب سؤال رقم 7. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوي. طيب بيقول لك ايه بقى؟ ميز سر جمال الصوره. ركز معايا. انا هنا بشبه ايه؟ ايه الخيال اللي عندي هنا؟ قال لك وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوي. طيب عين السخط تبدي يعني بتظهر. هو ان هي تبدي ده من صفات مين؟ صفات الانسان. طب وهي عين السخط دي انسان بيبدي المساوي؟ قال لك لا. يبقى هو شبه هنا عين السخط بانسان، صح كده؟ ماشي. ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود؟ عند المشبه اللي موجود المشبه به مش موجود، وجبت صفه من صفاته او حاجه من اللوازم بتاعته، يبقى ده استعاره مكنيه. طيب هو عايز سر الجمال. انا بشبه حاجه غير عاقل بعاقل، يبقى ده سر جمال التشخيص. السؤال 8. وبايعوه على ان ترخصوا دمكم لتنقذوا الشرق من انياب عدوان. انياب عدوان، هو العدوان ده حيوان مفترس عنده انياب؟ قال لك لا. يبقى انا شبهت العدوان بايه؟ بحيوان مفترس له انياب. يبقى ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي عدوان، الحيوان مش موجود، وجبت صفه من صفاته اللي هي الانياب، يبقى دي استعاره مكنيه. طيب يبقى استعاره مكنيه سر جمال التجسيم. 9. وفي الأهداب يعني في العيون ضعف وانكسار. عيونك دي كلها ضعف وانكسار، فكيف تميتنا منها السهام. بيقول لها يا بنت انت عيونك دي كلها فيها ضعف وانكسار وعيون بريئة، ازاي بتموتني منها السهام؟ طيب هو عيون حبيبته بتطلع سهام؟ قال لك لا، دي مش بتطلع سهام، دي بتطلع نظرات. يبقى نظرات حبيبته بالسهام. فين المشبه؟ نظرات. المشبه به سهام. طب مين اللي موجود عندي؟ السهام المشبه به النظرات مش موجودة،
يبقى دي استعارة تصريحية. تمام. فلئن خفضت لهم جناح تحملي. جناح تحملي، هو انا عامل زي الطائر ليا جناح وانا ليا جناح؟ لا، ماليش جناح. يبقى هنا الشاعر بيشبه نفسه بطائر له جناح، يبقى دي استعارة مكنية. انا جيت بالمشبه والمشبه به مش موجود، وجبت صفة من صفاته اللي هي الجناح. طيب، والبحر كم سألته فتضاحكت أمواجه من صوت المتقطع. والبحر كم سألته فتضاحكت أمواجه. فتضاحكت أمواجه، هي الأمواج بتضحك؟ لا، الأمواج ما بتضحكش. يبقى أنا شبهت الأمواج بإيه؟ بإنسان يضحك. ماشي. أدي المشبه وأدي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الأمواج. الإنسان عندي؟ لا، مش عندي. وجبت صفة من صفاته اللي هي الضحك. يبقى دي استعارة إيه؟ أنا عندي المشبه موجود، المشبه به مش موجود، يبقى دي استعارة مكنية. طيب، رقم 12 بيقول: تسقيك من عينيها خمرا ومن يدها خمرا فما لك من سكرين من بدي. تسقيك من عينيها خمرا، هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن حبيبته. بيقول لك بتسقيك من عينيها خمرا، هي عيون حبيبته دي بتطلع خمرة؟ لا. يبقى هو بيشبه النظرات بتاعت حبيبته بايه بقى؟ بالخمر. النظرات بتسكره يعني. خلاص؟ طيب، ضعيف مش مشكله. يبقى النظرات بالخمر، ادي مشبه وادي مشبه به. انا عندي مين اللي موجود؟ عندي الخمر اللي موجود، النظرات مش موجوده، يبقى انا عندي استعاره تصريحيه لان المشبه به عندي هو اللي موجود. طيب، رقم 13: لا يهدم الدهر مهما كان معوله شعبا تحصن بالاخلاق فامتنع. لا يهدم الدهر مهما كان معوله. قال لك الصوره البيانيه في قوله يهدم الدهر. طيب، هو الدهر ده، الدهر اللي هو الزمن، انسان بيهدم؟ قال لك لا. يبقى انا شبهت الدهر اللي هو الزمن بانسان يهدم، صح كده؟ ماشي. يبقى عندي هنا المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الظهر اللي هو الزمن. مين اللي مش موجود؟ الانسان مش موجود. يبقى دي استعاره مكنيه، الاخيره تكون مخفيه. ماشي. وجبت صفه من صفات اللي هي الهدم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: يا فتية النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر. بيقول لك كل التعبيرات التاليه تمثل استعاره مكنيه ما عدا ايه؟ بص بقى معايا، خلينا ناخدها كده. الشرق منتظر، هو الشرق ده انسان بينتظر؟ لا، دي استعاره. مصر ناظره، هي مصر دي ناظره؟ هي مصر دي عاقل؟ لا. النيل مستمع، هو النيل بيستمع؟ دي استعاره مكنيه. يبقى كل دي استعارات مكنيه ما عدا يا فتية النيل. عادي، يا فتية النيل نداء بنادي على فتية النيل، شباب مصر يعني. طيب، رقم 15 بيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بص بقى، انا عندي في الاستعاره التصريحيه انا قلت لك في الاغلب بنسبه 90% او 99% كمان بتكون كلمه واحده. طيب، الاستعاره التصريحيه علشان اجي احلها لازم يكون عندي معلومه مهمه جدا. ايه هي؟ ان المقصود من الكلام، واكتب الكلام ده لانه مهم جدا، المقصود من الكلام هو المشبه. مش فاهم؟ علشان ما تتلخبطش بين الاستعاره التصريحيه والاستعاره المكنيه. يعني ايه المقصود من الكلام هو المشبه؟ تعالى افهمك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا يعني تمسكوا بحبل الله. هو هنا قصده بيتكلم عن الحبل، يعني في حبل هينزل من السماء كده واحنا هنتمسك بيه؟ قال لك لا، هو المقصود من الكلام ايه؟ واعتصموا بدين الله، صح كده؟ يبقى انا بشبه الدين بالايه بقى؟ بالحبل. يبقى المقصود من الكلام هنا اللي هو الدين، يبقى هو ده المشبه. علشان ما تجيش تقول لي انا بشبه الحبل انه دين، الحبل هو المشبه. لا، المقصود عندي من الكلام هو المشبه. هو قوله تعالى هنا يقصد ايه؟ يقصد ان انا بتكلم عن الدين هو المشبه والحبل مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الحبل. الدين مش موجود، يبقى دي استعاره تصريحيه. طيب، هو عايز سر الجمال اصلا. طب سر الجمال الاستعاره التصريحيه هنا ايه؟ انا هنا بشبه ايه بايه؟ انا بشبه الدين حاجه معنويه. بشبه الدين بالايه؟
بالحبل، حاجه ماديه، معناه مادي، يبقى سر جمال التجسيم. 16 قال الشاعر مخاطبا مصر. خلي بالك ان هو في الاستعاره بيجي يدي لك كده هنت صغير عشان يعرفك الكلام ده على مين. بيقول لك وقف الشباب فداء محراب الحمى وتجمع الاشبال بين يديك. طيب هو بيخاطب مصر، الشاعر بيكلم مصر بيقول لها وقف الشباب فداء محراب الحمى وتجمع الاشبال. هو الاشبال ده اللي هو ايه؟ عارفين الاسد الصغير ده اسمه شبل. طيب هو هنا بيتكلم عن الاسود الصغيره ولا بيتكلم عن ابناء مصر؟ بيتكلم عن ابناء مصر، يبقى شبه ابناء مصر بالاشبال. طيب مين المقصود بالكلام؟ ابناء مصر ولا الاشبال؟ لا، هو يقصد في كلامه ابناء مصر، يبقى هو ده المشبه والاشبال مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي الاشبال المشبه به. المشبه مش موجود، يبقى دي استعاره تصريحيه. طيب هو عايز ايه؟ بيقول لك التعبير الذي يمثل استعاره تصريحيه، بيقول لي وقف الشباب ولا محراب الحمى ولا بين يديك تجمع الاشبال. طيب ده رقم 16. رقم 17 بيقول ساحمل روحي على راحتي والقي بها في مهاوي الرضا. نوع الصوره البيانيه فيما تحته خط. ساحمل روحي، هي روحي دي حاجه ماديه انا هشيلها؟ قال لك لا، يبقى انا شبهت الروح، ده خيال، الروح بشيء مادي يحمل. ماشي، مين اللي عندي؟ الروح، الشيء المادي مش موجود، يبقى انا اعلم على اللي موجود اللي هي الروح، الشيء المادي مش موجود، يبقى دي استعاره مكنيه، الاخيره تكون مخفيه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول وابتسامات المنى رفت على صغر تاريخ عريق منجبي. بيقول لك كل التراكيب التاليه تمثل استعاره مكنيه، ما عدا ايه بقى؟ قال لك والله بص، ابتسامات المنى، هي المنى دي انسان بيضحك؟ لا، اللي هي الامان يعني، يبقى دي استعاره مكنيه. صغر تاريخ، هو التاريخ ده ليه صغر؟ ليه فم يعني؟ قال لك لا، دي استعاره مكنيه. طيب تاريخ منجب، ده برضه استعاره مكنيه. يبقى الحاجه الوحيده اللي عندي هي تاريخ عريق، دي ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي خيال. طيب رقم 19 بيقول تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. تأبى الرياح أو الرماح معذرة. تأبى الرماح، تأبى يعني ترفض. طب هي الرماح بترفض؟ قال لك لا، الرفض ده من صفة الإنسان، يبقى شبه الرماح بإنسان يرفض. مين اللي موجود عندي؟ ادي مشبه وادي مشبه به. مين اللي موجود يا عم؟ هنا الرماح، يبقى علم عليها صح. مين اللي مش موجود؟ الانسان، وجبت صفه من صفاته اللي هي الرفض، يبقى دي استعاره مكنيه. رقم ب. رقم 20 بيقول وما اجمل النيل والامواج راقصه. طيب هو عايز ايه؟ سر الجمال فيما تحته خط. والامواج راقصه. طيب هي الامواج بترقص؟ لا، يبقى شبه الامواج بانسان يرقص، صح كده؟ طيب ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الامواج، الانسان مش موجود وجبت صفه من صفاته اللي هي الرقص، يبقى ده استعاره مكنيه. طيب هو عايز ايه؟ سر الجمال. انا شبهت الامواج بانسان غير عاقل بعقل، يبقى سر الجمال تشخيص. رقم د. 21 بيقول جيشه الباسل داوى جرحه وشفى الصدر بقهر المعتدين. نوع الصوره فيما تحته خط. جيشه الباسل داوى، هو مين اللي بيداوي؟ دكتور. طيب هو الجيش بيداوي؟ لا، يبقى هو شبه الجيش بايه بقى؟ بطبيب. طيب ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الجيش، الطبيب مش موجود، يبقى دي استعاره مكنيه. دي استعاره ايه؟ مكنيه. تمام زي الفل. بيقول لك لو لم تكن مصر العريقه موطني لغرست بين ترابها وجداني. وجداني اللي هي المشاعر والاحاسيس. طيب لغرست بين ترابها وجداني، هو انا هاخد مشاعري واحاسيسي واروح اغرزها في الرمله علشان تكبر؟ قال لك لا. طيب يبقى هو عايز سر الجمال. طب دي استعاره ايه؟
لغرست بين ترابها وجداني. يبقى انا شبهت هنا الوجدان اللي هي المشاعر يعني بشيء ايه؟ بشيء او بنبات. بشيء ايه؟ يزرع، صح كده؟ بنبات يعني، او خلينا نقول بنبات. يبقى شبه الوجدان بنبات. ماشي. ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود؟ الوجدان. مين اللي مش موجود؟ النبات. يبقى دي استعاره مكنيه. طب سر جمالها ايه؟ غرست بين ترابها وجداني. المشبه معنوي، الوجدان اللي هي المشاعر مشبه. ماشي، ده معنوي. طب والنبات مادي. معنوي بمادي، يبقى سر جمال التجسيم. رقم 23 بيقول: قد خلفتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد. بيقول لك الشاعر قد خلفتني طريحا، سابتني وانا مرمي على الارض كده، خلاص مش مكسوف على دمه وهو بيقول الكلام ده. وهي قائلة تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد. طب هي تقصد مين بالظبي، او هو يقصد مين بالظبي؟ يقصد مين بالأسد؟ هو بيقصد هنا المحبوبة، حبيبته يعني، بالظبي. والشاعر الأسد. ماشي. ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الظبي والاسد اللي هو المشبه به. مين اللي مش موجود؟ ولا المحبوبه ولا الشاعر. يبقى دي استعاره تصريحيه. ماشي. بعد كده 24 بيقول: شاك الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء. سر الجمال فيما تحته خط. فيجيبني. ماشي. هو البحر هيجاوب يعني؟ قال لك لا. قال لك يبقى شبه البحر بإنسان يجيب. ماشي يا عم. ادي المشبه وادي المشبه به. انا عندي المشبه غير عاقل والمشبه به عاقل. انا المشبه لما يكون غير عاقل والمشبه به عاقل يبقى سر جمال التشخيص. بيقول لك: ان من يعشق اسباب العلا يطرح الاحجام عنه والحذر. طيب بص بقى، كلمه الاحجام هنا، هو بيقول لك يطرح الاحجام. الاحجام اللي هو الجبن. يطرح يعني يرمي. طيب هو الجبن ده شيء مادي يرمى؟ قال لك لا. يبقى الجبن شبهته بشيء مادي. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الصوره الاستعاره ايه؟ طيب يبقى انا شبهت الجبن بشيء مادي. الجبن الاحجام اللي موجود، الشيء مادي مش موجود، يبقى دي استعاره مكنيه. رقم 26 بيقول: شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينه. طيب شباب لم تحطمه الليالي، هو بيقول لك نوع الصوره البيانيه في الشطر الثاني اللي هو ده. ولم يسلم الى الخصم العرين. العرين اللي هو بيت الاسد، صح؟ طب هم هنا يقصدوا بيت الاسد؟ لا، هم يقصدوا الوطن. المقصود من الكلام الوطن اللي هو المشبه. اوعى تنسى، المقصود من الكلام هو المشبه. يبقى الوطن بالايه بقى؟ بالعرين، مشبه به. ادي المشبه وادي المشبه به. طيب مين اللي موجود عندي؟ العرين هو اللي موجود، الوطن مش موجود، يبقى دي استعاره تصريحيه. رقم 27 بيقول: اشتري الاحلام في سوق المنى وابيع العمر في سوق الهموم. نوع الخيال فيما تحته خط. اشتري الاحلام، هي الاحلام دي بتتباع في السوق؟ قال لك لا يا عم، ده ما كانش حد غلب. يبقى الاحلام بشيء مادي يشترى. ادي مشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الاحلام. الشيء المادي مش موجود وجبت صفه من صفاته اللي هي الشراء، يبقى ده استعاره مكنيه جيم. 28 بيقول: انما الدنيا كبحر مائج من تحدى موجه العالي وصل. طيب خلي بالك بقى، هو عايز ايه؟ قال لك التركيب الذي يمثل استعاره مكنيه. الدنيا كبحر، لا يا عم ده تشبيه. بحر مائج، يا عم ده تشبيه. وصل، ده مش تشبيه ولا استعاره. طيب تحدى موجه، هو الموج ده انسان انا هتحداه؟ قال لك لا، يبقى دي استعاره، يبقى تحدى موجه هي دي الاستعاره المكنيه. طيب 29 قال الشاعر عن الحلاق، الحلاق يعني، بيقول لك: اذا لمع البرق في كفه افاض على الوجه ماء النعيم. نوع الصوره فيما تحته خط. اذا لمع البرق،
هو الحلاق وهو بيحلق هو ماسك ايه في ايده؟ ماسك البرق؟ قال لك لا. طب ايه اللي بيلمع زي البرق؟ الموس. يبقى المقصود من الكلام ايه بقى؟ الموس. الموس هنا هو المقصود من الايه؟ من الكلام، صح كده؟ الموس بالايه؟ بنور البرق، او بيلمع زي البرق يعني. يبقى انا عندي هنا مشبه وادي مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ البرق اللي موجود، الموس مش موجود، يبقى دي استعاره تصريحيه. ماشي. سألتك يا صخرة الملتقى متى يجمع الدهر ما فرق؟ سر الجمال فيما تحته خط. ماشي. يجمع الدهر، هو الدهر ده بيجمع؟ هو إنسان بيجمع يعني؟ قال لك لا. يبقى شبه الدهر بإنسان يجمع. ماشي يا عم. الدهر اللي هو الزمن يعني. ادي مشبه وادي مشبه به. مين اللي موجود؟ الدهر اللي موجود، الإنسان مش موجود، يبقى دي استعارة مكنية. طب سر الجمال إيه؟ أنا بشبه الدهر حاجة غير عاقل بإنسان عاقل، يبقى سر جمال التشخيص. السؤال اللي بعد كده بيقول لك حدد الاستعارة وبين نوعها. راح فين؟ حدد الاستعارة وبين نوعها وسر جمالها فيما يلي. قال لك والله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب واخفض لهما جناح، هو أنا هنا بقول له اخفض لهما جناح، هو أنا طائر عندي جناح؟ ما عنديش جناح. يبقى دي استعارة ايه؟ استعارة مكنية. طيب انا بشبه نفسي بالايه؟ غير عاقل بشبهه، او عاقل بشبهه بغير عاقل، يبقى ده سر جمال التوضيح. بمنتهى البساطة. يقول الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة عن الضعفاء والجبناء، قال لك الارانب تاكل طعامها بالفرار. الراجل جه هنا وقال لك ان هو بيتكلم عن الضعفاء والجبناء، وجي قال لك الارانب، يبقى هو يقصد الضعفاء والجبناء بالايه؟ بالارانب. يبقى ادي المشبه وادي المشبه به. مين اللي موجود عندي؟ الارانب، الضعفاء مش موجودين، يبقى دي استعاره تصريحيه. هنا بيشبه الضعفاء والجبناء عاقل بغير عاقل اللي هي الارانب، سر جمال توضيح برضه. ماشي. جيم بين كيف وظف الخيال او وظف الخيال. الخيال هنا ايه؟ الاسود تحرس ثغور الوطن، حدود الوطن يعني. الاسود، هو يقصد هنا الاسود فعلا اللي واقفه على الحدود؟ قال لك لا، هو يقصد الجنود. الجنود هي اللي بتحرس ثغور الوطن، يبقى الجنود بالاسود. مين اللي موجود؟ الاسود. مين اللي مش موجود؟ الجنود مش موجود، اللي هو المشبه. وادي المشبه به، يبقى دي استعاره تصريحيه. يبقى نقول له كده استعاره تصريحيه. انقضت النسور من السماء تمزق صفوف الاعداء. طيب هو هنا يقصد النسور هي اللي نزلت من السماء عشان تمزق الاعداء؟ قال لك لا، هو هنا يقصد سلاح الايه؟ الطائرات. يبقى سلاح الطائرات بالنسور. ادي مشبه وادي مشبه به. مين اللي موجود عندي؟ النسور اللي موجود، الطائرات مش موجوده، يبقى دي استعاره تصريحيه. تمام. اهلا بشمس المشرقين، بس خلي بالك هو هنا بيقول قال حافظ ابراهيم مادحا شوقي. حافظ ابراهيم وهو بيمدح امير الشعراء احمد شوقي بيقول له اهلا بشمس المشرقين ومرحبا. طب يا عم هو بيقول له اهلا بشمس المشرقين، يبقى هو هنا بيتكلم مع الشمس ولا بيقصده على شوقي؟ قصده على شوقي. يبقى انا بشبه شوقي بايه بقى؟ بشمس. مين اللي موجود عندي؟ ادي المشبه ادي المشبه به. مين موجود ومش موجود؟ شوقي مش موجود، اللي موجود الشمس، المشبه به، يبقى دي استعاره تصريحيه. وبكده ابطال نبقى خلصنا حل اسئله كتاب الامتحان على درس الاستعاره. نشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.